وفاق سطيف من هدف من أخطر فرصة من جانب فريق أولمبيك أقبو. كرة مجددا لفريق وفاق سطيف داخل منطقة عملية، تسديدة والهدف الأول. تسديدة والهدف الأول لفريق وفاق سطيف بواسطة عبد الرحمن باشا. عبد الرحمن باشا يسدد بقدمه اليسرى ويفتتح باب التسجيل. رد سريع وسريع جدا من وفاق سطيف بعد تألق بوستر طارق وأنقذ الموقف. ها هو باشا عبد الرحمن يسجل الهدف الأول في المباراة لصالح وفاق سطيف. الجزائر شوف في هذه الكرة يسدد بقوة بقدمه اليسرى بعد ربما توقع الجميع أن الكرة راح تكون عند شيخي، لكنه فضل التسديد داخل الإطار يفتتح باب التسجيل لصالح وفاق سطيف. الكرة داخل منطقة العمليات، ضربة جزاء يقول الحكم. ضربة جزاء يقول الحكم لصالح فريق وفاق سطيف. باشا عبد الرحمن يتأهب، يتقدم، يسدد، يضيع ويفوت فرصة إضافة الثاني. شوف الحارس في جهة، الكرة في جهة لكنها خارج الإطار، إذا تضيع ضربة جزاء من طرف الهداف باشا عبد الرحمن مسجل هدف. إلى باشا يبحث عن المراوغة، إلى ضربة جزاء أخرى ثانية. الحكم يشير إلى ضربة جزاء ثانية. أعتقد أن نجوب أوقاسي هو من كان وراء هذه اللقطة. يتقدم، يسدد، يضيع. سيناريو غير متوقع. شوف تنفيذ هذه الكرة والمتابعة بطريقة قانونية تقريبا. رجل الحارس بن شيخ بقات حتى بعد تنفيذ وتسديد الركلة. قلت سيناريو قل ما